أحداث 11 سبتمبر ما بين كتاب البجعة السوداء وكتاب هدم الطباع وتطبيقهم في التعامل مع المفاجآت والأحداث الغير متوقعة. فكرة كتاب البجعة السوداء بيتكلم عن الأحداث النادرة اللي صعب التنبؤ بيها. نسيم نيكولاس في الكتاب ده بيحكي عن إزاي الناس غالبا بتكون غير مستعدة للأحداث دي. معظم الناس بيكون عندها إنكار أو بيحاولوا تبريرها بطريقة عقلانية حتى لو كانت مستحيل تتفسر. زي مثلا في 11 سبتمبر كان مفاجأة للكل وغير متوقع وأفزع جميع الدول. خلينا نرجع كام يوم لورا، وجي أحد المشرعين وأصدر قرار بإغلاق حمرة القيادة المضادة للرصاص طول فترة الرحلة. كان إيه ردود الأفعال اللي ممكن تحصل؟ أظن إن القرار ما كانش هيتنفذ، وبيتهيألي اللي طلع القرار ده كان ممكن يتطرد من شغله وممكن يتقطع أكل عيشه كمان، بس عشان حاول ياخد إجراء احترازي لحدوث أي كارثة فيما بعد. بس للأسف بنستنى لما المصيبة تحصل عشان ناخد الإجراءات دي، وهنا كان منهج البجعة السوداء هو السائد. نخش على فكرة كتاب هدم الطباعة. جود سبنسر بيحكي ان ازاي الناس بيتعاملوا مع طباعهم الشخصية اللي ممكن تكون عقبة قدام قدرتهم على التكيف مع التغييرات. جود يقول ان الطباعة هي تراكمات من تجاربنا السابقة، وان دايما بتحاول ترمي اللوم على الظروف، وده بيبقى رد فعلك الاول. لكن الكتاب ده دليل للتغيير، خصوصا في التعامل مع المواقف اللي بتستدعي تغيير العادات او التكيف مع الواقع على المدى الطويل. لحد كده وتمام. طب هل المبدأ اللي مبني عليه كتاب هدم الطباعة يقدر يساعدنا نتأقلم في المواقف اللي بتندرج تحت فكرة البجعة السوداء؟ هقول لك يا سيدي. الربط بين الكتابين بيظهر في كيفية التعامل مع المفاجآت وكيفية تغيير ردود أفعالنا الطبيعية للتكيف مع التغييرات الفجائية دي. لو رجعنا لكورونا كمثال هنلاقي إن الرد الفعل الطبيعي للبشر في البداية كان الغضب والإنكار. الناس حياتهم اتقلبت فجأة والشغل وقف والخطط المستقبلية اتلغت. كان الغضب والإنكار هو الرد الفعل الأول لكتير من الناس، خاصة اللي مش بيحبوا التغيير. أما لو طبقنا فكرة هدم الطباعة هتلاقي إن بعض الناس بدأوا يغيروا طبعهم ويستغلوا الفرص. البعض بدأ يشتغل من البيت والبعض بدأ يتعلم مهارات جديدة، وده كان نتيجة الوعي بتغيير الطباعة القديمة الفجائية. ونركز هنا على إنها فجائية عشان ده الأساس اللي مبني عليه واقع البجعة السوداء. وهنا نحط سؤال قدامنا مهم جدا: هل المرونة اللي كل واحد فينا وصل لها مقتصرة بس على المشاكل اللي بنواجهها على المدى الطويل، ولا نقدر نطور من نفسنا عشان نواجه البجعة السوداء؟